ازاي الواحد يشتغل على نفسه؟ مش بعمل حاجه في حياتي غير صلاه، اكل، نوم، فاضيه. دي اسوأ حاجه ممكن اي بني ادم يعملها في نفسه. الفضا بيجيب اكتئاب. الفضا بيعمل فراغ رهيب، بيخلي البني ادم حاسس ان هو ملوش لازمه في الدنيا، بيخسر بيها قيمته. الفضا مدمر بالنسبه للانسان. فانت محتاج رساله، محتاج ان انت يكون عندك رغبه تسعى لها. طب انت مستني تعرف ايه رسالتك، مش عارف ايه رسالتك، هتعمل ايه؟ مش هتستنى الوحي، مش هينزل لك. هتعافر، هتجرب رغبه حتى لو هي مش شداك قوي. هتجرب حاجه وتسعى لها وتشوف دي اللي انا عايزه، لا مش عجباني قوي، شوف غيرها. طب ما انا غيرها انا لازم يكون لا مش لازم يكون رسالتك. جرب اي حاجه، مش هتفرق. هتكتشف رسالتك، هتكتشف رغبتك وانت بتجرب وانت بتحاول وانت بتتحرك. لانه لو انت مستني ان انت تلاقي الرساله بتاعتك، مش هتحصل من مره واحده. انت بتجرب في رغبات مختلفه لحد ما تلاقي هي دي اللي انا عايز اكمل حياتي عليها، هي دي اللي انا عايز ان انا اسعى فيها واحققها. وهنا ده انت بتعيش بانسانيتك، وهنا انت بتعرف تبني نفسك. لانه اي رغبه او اي طموح او اي رساله انت عايزها هي اللي بتكبرك، بتخليك تجبر نفسك انك تطور من نفسك علشان تعرف تحقق الرغبه والرساله دي، وبتخليك تشقى وتتعب. وده المهم، ان الجسم محتاج يتعب. الجسم المرتاح الفاضي مكتئب وتعبان، انما الجسم المجتهد مرتاح. ودي نقطه مهمه جدا تكون في بالك، ان انت طول ما انت قاعد ما بتتحركش كتير ده هيأثر على حالتك النفسيه، وهيخليك ان انت خملان ومالكش نفس في حاجه. فانت هتفضل مستني كده اهو لحد ما يجي لك الفرج وتحس ان انت نشيط، وتحس ان انت عندك حاجه عايز ترغب فيها عشان تروح لها. ده عامل بالظبط زي واحد مش هيروح المستشفى ويتعالج غير لما يخف. مش هيحصل، فانت مش هتخف، محتاج تروح. فهي النقطه، انت عشان تبقى نشيط وعلشان يبقى عندك طاقه ترغب وتعوز وتسعى، محتاج تتحرك، محتاج تتعب، محتاج تجرب وانت مش نشيط وانت خملان وانت مالكش نفس في حاجه. فساعتها نفسك هتتجدد والطاقه هتتجدد وانت بتتحرك، لان القعده هي اللي تعباك مش الحركه. وبالتالي ما تقولش لنفسك انك مش قادر او مالكش نفس ومستني النفس. اسعى، جرب، اختار، اطلع غلط مش مهم، اتعلم، جرب تاني، جرب حاجه غيرها. هتلاقي النفس جاتلك، هتلاقي الحياه طعمها بقى موجود، هتلاقي هنا بقيت عارف تشتغل على نفسك لان عندك اتجاه تروح له. ما تسيبش نفسك كده فاضي، وما تسيبيش نفسك كده فاضي.